في شقة رقم 21 الدور التاني بعمارة فخمة في الزمالك. كان ساكن دكتور اسمه هشام، أستاذ جامعي مشهور وعايش لوحده من سنين. عمره ما اشتكى من حد ومحدش كان بيشوفه كتير، بس الناس بتقول صوته كان بيتسمع بالليل بيزعق لوحده. في يوم 3 فبراير 2014 حوالي الساعة 2:30 بعد نص الليل، الجيران شموا ريحة حريقة واتصلوا بالمطافي. أول ما دخلوا الشقة لقوا الدكتور متفحم جوه أوضته، بس الغريب الباب كان مقفول من جوه بالسلسلة. الشرطة قالت لأ، في دليل على اقتحام ولا في آثار بنزين. الكهرباء سليمة ومفيش أي جهاز كان شغال، وكأن الحريقة خرجت من جسمه هو وبس. بس اللي قلب القضية كاميرات العمارة كلها فصلت فجأة قبل الحريقة ب3 دقايق، وبعدين رجعت. وبعد ما رجعت ظهر في الكوريدور ظل ماشي ناحية شقته، ظل ملوش ملامح، ومر من قدام باب الشقة واختفى. واحدة من الجيران ست كبيرة قالت انها سمعت صوت دكتور هشام بيصرخ: ما تقربش، انا اسف، انا غلطان. وبعدها على طول حصل الانفجار الصغير اللي خلى الأوضة تولع بالكامل. الملف اتقفل وقالوا ماس كهربائي، بس مفيش اي مصدر للكهرباء كان شغال. والناس لحد النهاردة بتقول الدكتور كان عامل حاجة زمان، وكان في حد او حاجة مستنياه. هل الحريقة دي كانت مجرد حادث ولا في روح فعلا رجعت تاخد حقها؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، وافتكروا الملف لسه مفتوح بس في مكان تاني.